هناك تنظيمات إسلامية تريد دولة إسلامية، وهذه الدولة الإسلامية في حال لو تم وصارت في سوريا ووصلت إلى الحكم تحت قوة السلاح ستشكل خطرا على ربيبتهم إسرائيل بداية وعليهم وعلى الآخرين. يعني هذا الموضوع خطر في سوريا. سوريا ليس كمصر وليس كليبيا أصبح في سلاح، ولكن سوريا تشكل لهم موقع جغرافي يخيفهم. هناك إسرائيل، محبوبتهم إسرائيل. هؤلاء بفتوى معينة من أحد الإسلاميون سيوجهون أسلحتهم إلى إسرائيل، يكونون بالنظام السوري. تحولت سوريا إلى دولة إسلامية بامتياز. هذه الدولة بعد 4 أو 5 أعوام ستكون وجهتها القدس وثم أوروبا. لذلك هم يعني كما يقال أعادوا حساباتهم أنه النظام السوري برغم مواقفه ورغم كان يبقى أرحم، كما نقول بالعامية الدرف أرحم من تحت المزريب يعني. لكن الإدارة الأمريكية